الاول علي، انت بدات ازاي في الشارع البورسعيدي هنا؟ انسان بسيط جدا. والدي وانا عندي 5 سنين بدا يدخلني النادي المصري في المدرج، تحديدا في المدرج البحري. وقفت يعني ورا مشجعين الكبار، عم خميس وناس كتير بتشجع المصري، وحبيت النادي المصري، عشقته كأنه زي الدراسه، زي الاكل، زي الشغل. وحبيت بلاد بورسعيد قوي، كنت بحب قوي حاجه اسمها السمسميه تحت بلاد بورسعيد. اللي بيقول عليك انت فلول يا علي، تحب ترد عليه تقول له ايه؟ والله اول حاجه انا نظام الصرف ما استفدتش منه حاجه، بس الناس كانت فاهمانه يعني ان نظام حسني مبارك هو نظام الحق. وفي الخطاب بتاعه تعاطفت زي الاف المصريين والناس المصريين تعاطفوا معاه. بس بعد كده لما فهمت بعد الثوره، يعني مع برد الله، يعني بعد الثوره لما بقيت اقعد مع ائتلافات، يعني اقعد مع شباب يوم في السياسه، لان ماليش في السياسه قبل كده. بس عرفت ايه اللي حقي وايه اللي مش حقي، يعني عرفت ايه اللي ليا وايه اللي عليا، عرفت حقي ازاي ما يضيعش، اتكلم لو حقي تلاقيه ضايع. بس حتى في النظام ده كمان، يعني بعد ما فهمنا اما جينا نقول لا، اصبح عليا ضغوط في اكل عيشي من الاحزاب. حزب هو مش احزاب، هو حزب واحد، يعني حزب الحاكم. ضغوط في اكل عيشي، ضغوط على تهديدات من على ابني وزوجتي، وتهديدات في عملي، وتهديدات في عيشتي، وكل حاجه. نزلت تقول لا امتى يا علي؟ نزلت اقول لا اما حسيت ان المواطن ممكن يحتجز في اي اسم 12 ساعه بدون ما يكلم محامين، بدون ما يعرف هو محجوز ليه. يعني ايه الفرق بينه وبين النظام السابق؟ انت يعني يا ريت، يعني النظام السابق كنا بنقول فيه قهريه، وكان فيه كلام طوارئ، كان فيه قانون طوارئ، كان في احنا دلوقتي خلاص يا جماعه، الناس الشعب المصري ما عادش عارف. اي طفل دلوقتي قول له انت ايه اللي مزعلك، هيقول لك ايه الغلط وايه الصح. ما عادش فيه دلوقتي في عمليه انفتاح في الشعب المصري. فمش معقول يعني كل واحد يقول لا، يقول لك ايه فلوس. طب بتوع الثوره ماشي يا عم، الناس كانت بتقدم مرات قالت عليهم فلوس. طب بتوع الثوره فلوس برضه؟ الناس اللي ضحت وحارب، يعني ضحت وقتها ونزل سقط منها شهداء، وناس عملوا ثوره عظيمه ويقول عليهم يعني شرطه. يعني بلاش نظام الباراشوتات، الحزب الحاكم اللي هم انتوا كفايه اللي انتوا خدتوا الثوره. وللاسف اديناكم، للاسف انا يعني ادينا صوت، اديت واحد من الناس اديت صوت الرئيس محمد مرسي، وكنت فاكر ان الراجل ده بقى ايه يعني، قال الله وقال الرسول. كلنا عايزين السنه، كلنا عايزين الشريعه. مين ما بيطبقش الشريعه في حياته؟ مين ما بيطبقش الشريعه على زوجته وبيته؟ ما الحلال باين والحرام باين. نزلت هنا شاركت في مظاهرات يا علي في بورسعيد، تقول له النظام لا، وانك بتطالب بحقك، وان اللي بيحصل ده مش في مصلحه البلد؟ انا ما بقولش للنظام لا. في فرق اما بقول يسقط النظام، وفي فرق اما اقول يسقط الدستور غير توافقي. ده في المرحله الاولى حصل، يعني نسبه النجاح 57% ل 47. يبقى فين التوافقي؟ عشان يبقى حاجه اسمها توافقيه وكل الشعب، ونسبه المعارضه لازم عشان يبقى راضي لكل الشعب، نسبه المعارضه تبقى 25% و75 بنعم. في تصريحاتك لجريدة الوطن قلت انك شفت تجاوزات حصلت في المواجهات مع المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي والمعارضين له. حصل لان حصل تجمع بعض الاخوه، وللاسف بقى تيجي مثلا تكلم الاخوه السلفيين، يعني مش هقول متعاونين جدا، خلي بالك، يعني في ناس لما الحريه والعداله بتلبس كل حاجه للاخوه السلفيين. والله العظيم الاخوه السلفيين يعني ناس ما عندهمش لف ودوران، معاك ابيض اسود اسود. لكن مش كل ما يحصل حاجه يقول لك لا اصل مش شباب الاخوه، لا ده الجبهه السلفيه. الجبهه السلفيه ما كانتش موجوده اصلا. وفي بعض الناس من الرموز اجت للجبهه السلفيه، شافت الوضع انسحبت، لانها مش هترضى تهدر دماء اي بني ادم بورسعيدي. هل لما وقع شباب هنا في بورسعيد من التراس المصري والجمهور المصري في المواجهات اللي حصلت بين المؤيدين والمعارضين؟ وحصل شباب الالتراس ما كانش متواجد، وكان بعض الافراد بصفه شخصيه مش بصفه جمهور، ووقع بالفعل. يعني مشجعين النادي المصري بيشجعنا، نص مليون ناس بيشجع النادي المصري بالفعل. يعني ما نقدرش بقى نقول ان مشجعين النادي المصري ما كانوش موجودين، لا، بورسعيد كلها بتشجع النادي المصري.
وفعلا بما ان يعني حاجه مرتبطه ببعضها، كانوا موجودين بالفعل وعند مسيرتهم بحديقه فريال كانوا شباب الحريه والعداله بضربهم للأوالي والخرطوش وكل حاجه كانت موجوده. والغريب اللي يقول لك اصل هم جايين يهاجموا المقر اصلا كان متعلق عمله ومتوقف عمله. انت دلوقتي هي حديقه فريال بحي الشرق اسمها حديقه الحريه والعداله، لو رئيس الحي او سياده المحافظ غيروا اسمه حديقه الحريه والعداله واصبح مقر للاخوان المسلمين فيعرفونا عشان يبقى ايه؟ يبقى منطقه محظوره ما نعديهاش كده. بعد ما رصدت التجاوزات زي ما انت قلت لجريده الوطن، فعلا تلقيت تهديدات؟ تهديدات كل يوم، تهديدات من جميع بص من جميع الجهات، تهديدات في شغلي، تهديدات في عملي، تهديدات على زوجتي الا نخطف لك ابنك، تهديدات في الشارع، تهديدات في الشارع من بعض يعني في لغايه صحابي يجوا صحاب الشغل، يا عم مشيه يا عم من الشغل يا عم، تقطع عيشه هيجيب لك الاذى، الناس دي مش سهله مش عارف ايه، تهديدات يعني تهديدات. طب امتى يعني امتى الواحد هيعبر عن رايه؟ امتى الواحد هيقول لا؟ نضع لساننا؟ لا اما في حل تاني نسيب لهم البلد ونمشي، بس يجيبوا لنا اي حته نقعد فيها تاني. طب في اجراءات قانونيه كانت من حزب الحريه والعداله بتقول انك انت كنت محرض على اقتحام المقر؟ اقتحام المقر؟ وفي محاضر معموله وانت اتذكرت فيها بالاسم. اقتحام المقر كان للاسف ما كنتش متواجد، وتواجدت عند المقر يعني بعد الساعه 6:30 بسبب حصل الشباب كان هيموت كتير، كنا خايفين على الناس اللي موجوده فوق في حزب الحريه والعداله، وكانت مطالب الناس اللي يافطه تنزل، يافطه المقر تنزل، مش اقتحام اللي بيطلع المقر سواء متسلق سواء من على السلم بياخد معاه ماده حرقه بقى، لو في نيته التدمير او الحرق هياخد معاه كده. انسان طلع ينزل يافطه لفك ازمه ويعني ايه امتصاص الغضب، امتصاص يعني ايه بنطفي شعلة الشرارة اللي كانت بتحصل ونآمن على ارواح البورسعيديه، اذا كان من الحريه والعداله اذا كان من ابناء بورسعيد فكلهم على ارض الوطن. فكنا عايزين بس انا واحد من الناس كنت عايز اضبط الحركه دي اللي هم الجافه تنزل وكله يمشي كل واحد لحاله. يوم 26 يناير ان شاء الله القادم الحكم في قضيه مذبحه استاد بورسعيد اللي راح فيها 72 شاب من جمهور الاهلي، الله يرحمه، وقدامهم برضه في نفس الوقت في 72 واحد محبوسين في السجن. عاوزك توجه رساله لاهالي الناس دي واهالي الناس دي. اول حاجه الناس اللي توفت يعني ندعو لهم الرحمه والمغفره. ال 72 المحبوسين دول بنطق عليهم يعني الميت الحي. الميت الحي مش هو لوحده، الميت الحي هو 500 ألف نسمة بورسعيدية. والله يا جماعة احنا داخلين على مش منعطف اختار متصور. فين الرئيس محمد مرسي قال لك في مؤامرة، الدكتور أكرم الشاعر قال لك في مؤامرة، الباشمهندس علي در قال لك في مؤامرة، الأستاذ أشرف ثابت قال لك في مؤامرة ودلائل وبتاع. ليه ما راحش النيابة وما راحوش قدام المحكمة قالوا فين المؤامرة دي والدلائل اللي عندهم؟ فين لجنة تقصي الحقائق اللي قعدوا قال لك لجنة تقصي الحقائق عمالة تكشف وقائع وفي مؤامرات فين هي الحاجات دي؟ الحاجات دي في صندوق اسود مثلا وبتعان ولا كلام بيضحكوا بيه على الناس ولا احنا مش عارفين يا جماعه. بالنسبه اذا كان بورسعيد ولا اذا كان القاهره نقف وقفه، يعني ما ينفعش طفل عنده 14 سنه يقتل. 14 سنه يقتل ازاي؟ التراس اهلاوي عنده اطفال 14 سنه وكان في البتاع قدام الاتحاديه. الطفل اللي عنده 14 سنه بس كان من التراس اهلاوي موت كام واحد قدام الاتحاديه، اما طفل بورسعيد هيموت هنا في استاد القاهره استاد بورسعيد. حصل مطوشه كتير قوي وكان بغايه بالامن ما كانش موجود امن اصلا في مواقف كتير قوي، وكانت بتحصل مشاحنات زي اي مشاحنات بين الجماهير في اي دوله في العالم. شتيمه ماشي بتاع لا حتف فوق بتاع، لكن ما توصلش لبني ادم يقتل بني ادم. وكمان فين انا عايز اعرف، يعني انت قلت يا سياده الرئيس قلت يا دكتور اكرم يا شاعر محترم اللي معاك ادله وفي مؤامره وفي بتاع، انت ليه ما رحتش اول واحد قدام المحكمه ودليت بشهادتك؟ بس سكت عن الحق شيطان اخرس. ده كلام ربنا وتعليم ديننا. لو انت عندك حقيقه وبتخفيها يبقى انت بتخفيها الغرض بقى معين، ده الله اعلم من غرضه.
ولابد يعني لازم التراس اهلاوي وبورسعيد برضه، ولحظه كده واقفه مع النفس نفكر فيها يا جماعه كلنا والله العظيم. فكروا مين اللي له المصلحه اللي يجعل الفتنه ده حصلت ويجعل الفتنه دي تزداد. انا بطالب جميع المسؤولين اللي قالوا عندهم ادله وبتاع، افتح يا عم هات الادله بتاعتك، هات المؤامره. في كمان حاجه حصلت يعني في محمد محمود وجميع المظاهرات، لما بيكون مفيش اخوان او حزب الحريه والعداله بالاخص موجود في اي مظاهره ما بنسمعش عن قتلى. والله العظيم ما بنسمع عن قتلى. في محمد محمود في البتاع ده في الذكرى محمد محمود قعدوا يضربوا في بعض باين 6 ايام، يعني 48 ساعه في 24 ساعه 12 يوم تقريبا او 12 يوم او 14 يوم، ما سمعناش عن واحد مات. مفيش الا جيكا والداخليه، الرصاصه ما طلعتش من عند الداخليه. الله اعلم طلعت مع مين بقى الطرف الثالث بقى اللي المفروض الدوله. فانا بقول للحزب الحاكم كل الراعي المسؤول عن رعيته، ولابد من اظهار الحقيقه، لان بورسعيد لن تقبل ظلم واحد من ابنائها، ابناء المدينه الباسله الذين سيحكموا عليهم بعد ذكرى عيد نصر بورسعيد. عيد نصر بورسعيد اللي قدمت 30,000 شهيد بيدافعوا عن ملايين المصريين. مش هيكون جزاء ابنائها هو الظلم على ارض مصر. اخر سؤال بقى، انت هتنزل في المشاركه في الاستفتاء على الدستور، هتقول نعم ولا لا؟ اقول نعم ولا لا؟ والله هم كده يعني برغم كل الضغوط والكلام ده، برغم كل الضغوط والكلام، انا هقول لا. بس انت شايف يعني كل حاجه الفرز بيحصل في السوبر ماركت. انا بتكلم النهارده اللي ما عادش ناقص الا حاجه واحده، ممكن يزوروا شهاده ميلادي نفسها. والله اعلم بقى مين اللي ليه مصلحه التزوير.